مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير واهلا بكم معنا في جوله اخباريه جديده من داخل صاله تحرير اليوم السابع. هنتعرف من خلالها على اهم الاخبار المحليه. الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مصنع الفوسفات بالفيوم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مصنع أحادي وثلاثي الفوسفات بمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف طن سنويا. كما تفقد عدد من الخطوط الإنتاجية الجديدة بالمجمع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم. وحضر مراسم الافتتاح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومحافظ الفيوم. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، تناول خلاله أنشطة الشركة التي تشكل قلعة صناعية كبرى ضمن مشروعات قومية عملاقة لتأمين احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض مصر. وزير العدل: لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية لاسترداد الأموال المهربة. قال المستشار أحمد الزند وزير العدل أنه يجرى العمل حاليا على إنشاء لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية مشتركة تكون مهمتها التنسيق والتعاون من أجل العمل على اتخاذ خطوات لاسترداد الأموال المهربة من تلك الدول إلى الخارج خلال أنظمة الحكم السابقة. وأضاف وزير العدل خلال استقباله اليوم الخميس لنظيره الليبي المبروك قريرة الذي يزور مصر حاليا أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة عقد اجتماع لوزارات العدل في الدول الأربع لبحث الإجراءات الموحدة التي ينبغي اتخاذها في التعامل مع الدول المهرب إليها تلك الأموال. وأشار الزند إلى تشكيل لجان خبراء من الدول الأربع يمثلون وزارات العدل والداخلية والمالية والخارجية والبنك المركزي وغيرها لإعداد الملف القانوني والمعلوماتي اللازم في هذا الشأن. سفارة بريطانيا: الاقتصاد المصري اقتصاد متنامي. قال زهير داسو المستشار الاقتصادي لبرنامج الشراكة العربية التابع للسفارة البريطانية بالقاهرة أن الإنفاق العام في مصر تزايد لمستويات تجاوزت 100 مليار دولار في آخر عامين، وهو ما يعادل الناتج المحلي لدول المغرب وتونس وكينيا. ويرى المستشار أن هذا يدل على أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنامي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه مدى العائد الذي سيتحقق للمواطنين إذا أحسن توجيه هذه المبالغ وارتفع العائد المحقق من الاستثمارات العامة، وهو ما يوضح أهمية مبادرة مجلس التنافسية الخاصة بإصلاح الإدارة المالية العامة. وأضاف داسو أن النجاح الاقتصادي لا يعني تحقيق حلم في المستقبل، وإنما إحداث تحولات اقتصادية في المجتمع كما فعلت النمور الآسيوية. الزمالك يفوز على الحرس بثنائية في الظهور الأول لباكيتا. حقق الزمالك فوزا مهما على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت باستاد الماكس بالإسكندرية ضمن الأسبوع الثامن للدوري الممتاز في الظهور الأول للبرازيلي باكيتا المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء. وأحرز هدفي الزمالك عمر جابر ومصطفى فتحي في الدقيقتين 56 و 84، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 13 محتلا المركز الخامس، لكنه خاض 5 مباريات فقط بالدوري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 3 نقاط محتلا المركز 17 بجدول الدوري. وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وعمر جابر وعلي جبر، محمد الكوفي، محمد عادل جمعة، أحمد توفيق، إبراهيم صلاح، أحمد حمودي، أيمن حنفي، محمود كهربا، وأحمد حسن مكي. بينما بدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من أحمد سعد في حراسة المرمى، وعلي الفيل، وإسلام رمضان، محمد طارق أبو العز، محمود مبارك، مصطفى جمال، إسلام مسعود، وإسلام رشدي، محمد فاروق بنزيما، أحمد رمضان بيكهام، وإسلام سيد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، جولتنا الإخبارية داخل صالة تحرير اليوم السابع انتهت. انتظرونا في جولات إخبارية جديدة. كان معاكم علي الكشوتي.